من أشهر الست أوبئة حصلت في تاريخ البشرية واللي أدت لوفاة ملايين من البشر. أول واحد هو الطاعون الأنطوني واللي بدأ سنة 165 حتى سنة 180، يعني 15 سنة من الوباء، ونسبة الضحايا فيه كانت 2.6% من سكان العالم، ووصل عدد الضحايا فيه 5 مليون شخص. والفيروس ده كان في عصر الإمبراطورية الرومانية. تاني واحد طاعون جاستنيان واللي نسبة الضحايا وصلت فيه 19.1%، وعدد ضحاياه وصل 40 مليون شخص، واستمر من عام 541 ل 542. والوباء اتسمى باسم الإمبراطور اللي كان حاكم الإمبراطورية الرومانية زمان، اللي هو جاستنيان. تالت واحد وهو الطاعون الأسود، واللي نسبة ضحاياه وصلت 51% من سكان العالم، وعددهم وصل 200 مليون شخص. وبدأ الطاعون الأسود في سنة 1347 حتى 1351، يعني 4 سنين من الوباء. والمسبب للطاعون وأعراضه بصفة عامة حاجة اسمها يرسينيا الطاعونية، ودي بكتيريا بتعيش في جسم القرود، وكان بيظهر على الإنسان بشكل دمامل. ورابع حاجة وهي الإنفلونزا الأسبانية، واللي اتميزت بسرعة انتشارها الكبير جدا اللي وصل ل 500 مليون شخص مصاب، والوفيات وصلت 50 مليون شخص. بدأت سنة 1918 مع الحرب العالمية الأولى، وانتهت سنة 1920. والأعراض اللي كانت بتظهر على الشخص المصاب التهاب في الحلق والصداع والحمى، ودول آخر فيروسين واللي لسه مستمرين في وقتنا الحالي. خامس حاجة الإيدز، واللي نسبة ضحاياه وصلت 0.7% من سكان العالم، وعدد الضحايا تخطى 30 مليون شخص. وبداية المرض كان سنة 1981، وفي عام 2007 في تقرير اتعمل أثبت إن عدد المصابين بهذا المرض وعلى قيد الحياة 33 مليون فاصلة 2% شخص. والأعراض اللي كانت بتظهر على الشخص المصاب الإسهال والحمى والخمول، فقدان الوزن والاعتلال في الأعصاب، وألم العضلات والتهاب الحلق. والفيروس بيستهدف الجهاز المناعي عند الشخص. سادس حاجة وهي كورونا، والمعروفة باسم كوفيد 19، واللي كلنا عشنا فيها، واللي نسبة الضحايا فيها وصلت 0.07% من سكان العالم، وعدد الوفيات تخطى 6 مليون شخص. وبداية الفيروس كان في أواخر 2019، وفي مارس 2020 أعلنت منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا أصبح جائحة عامة. والأعراض اللي بتظهر على الشخص المصاب الحمى والإسهال والشعور بالتعب، ضيق النفس وألم في العضلات والقشعريرة، التهاب الحلق، سيلان الأنف والصداع، واحمرار العين والغثيان والقيء، والطفح الجلدي والسعال. وسلام، ربنا يستر على الكل.